كتدخلي عند الذهبي مره كيقول لك الثمن ديال الذهب طالع، مره كيقول لك الثمن ديال الذهب هابط، وخصوصا في هاد الظروف اللي كنعيشوا اليوم في العالم. هاد الشيء الذهبي ما كيجيبوش من راسو، لا، خاصك تعرفي بان معظم الذهب اللي كاين في العالم كيدوز من مضيق هرمز اللي بلا شك سمعتي به مؤخرا، الذهب اللي كيطرا فينا في دبي ومن بعد كيمشي للعالم كامل. ونتخيلوا هاد مضيق هرمز بحال شي باب، الا كان هاد الباب مسدود البائعين ما كيقدروش يخرجوا السلعه ديالهم، دونك السلعه كتبقى عندهم، وبما ان حتى واحد ما كيشري الثمن كيهبط. وهذا الشيء بالضبط اللي كيطرا في الذهب فاش كيتسد مضيق هرمز، الذهب كيبقى مبلوكي. الشينوا والهند ودول الخليج اللي كيكومونديو بزاف ديال الذهب فيزيك ما كيبقى يوصلهم والو، دونك لو مارشي كيتكالما، دونك الثمن ديال الذهب كيهبط. وفاش كيتحل هذا المضيق الامور كترجع لمجراها الاعتيادي، والذهب ديك الساعه كيبدا يطلع. وهذا الشيء بالضبط اللي وقع نهار الجمعه اللي فات. بيان سور هذا الشرح تبسيطي بزاف باش كل شيء يفهم، بيان سور كاينين عوامل اخرين اللي داخلين في الطلوع وفي الهبوط ديال الذهب، ولكن غادي نهضروا عليهم في دي فيديو اخرين ان شاء الله.